السلام عليكم، انا منال حسين. النهارده هنعمل مع بعض فيديو الشوكولاته، احلى كيكه ممكن تعمليها. طريقتها سهله وبسيطه، واتمنى بس ان انتوا تجربوها يا جماعه. بجد تستاهل التجربه. يلا نشوف هنعمل ايه. معانا 200 جرام دقيق، كوبايتين الا ربع دقيق. دقيق نخلاه قبل التصوير مرتين، ودي خطوه طبعا عارفينها مهمه قوي. ممكن تستعملي دقيق مخصص للكيك، او دقيق جميع الاستعمالات. الدقيق اللي انا بستخدمه يعني اسمه دقيق نابلس. يلا نشوف هنعمل ايه. هنضيف بقى معلقه كبيره بيكنج باودر او كيك شيف، نص معلقه بيكربونات الصوديوم اللي هو كربوناتو، رشه ملح اساسيه طبعا. هضيف كوبايه الا ربع زي ما انتوا شايفين كده كاكاو خام اسباني باكواب المطبخ العاديه اللي هي 200 مللي. انا الخطوه دي مهمه قوي، هندخل الكاكاو عشان ساعات بيبقى فيه تكتلات كده، مش هتبقى حلوه قوي مع الكيكه. همزج بقى كل المكونات مع بعض، هقلبهم اديهم تقليبه حلوه كده، واركنهم بقى على جنب ونشوف هنعمل ايه. معانا 250 جرام سكر بودرة، كوباية ونص سكر بودرة بالأكواب المعيارية العادية أو أكواب المطبخ اللي هي 200 مللي، كوباية ونص. معانا 3 بيضات، معلقة صغيرة فانيليا سايلة. هقلبهم بقى حلو أوي مع بعض كده لحد بس ما يختفي البيض ويمتزج مع السكر بالمضرب اليدوي زي ما انتوا شايفين كده. هضيف 100 مللي زيت، نص كوبايه زيت. والزيت بيكون بس يا جماعه نوعه حلو شويه عشان بس ما يخليش الكيكه ريحه. معايا كوب من الحليب دافي، حطيت عليه معلقه كبيره خل عشان يقطع ويدي معايا الشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هضيف بقى الحليب، هقلبه حلو قوي، امزجهم كده مع بعض. هبتدي اضيف بقى كميه الدقيق كلها زي ما احنا شايفين كده. هقلبهم اديهم تقليبه حلوه قوي كده لحد بس ما يختفي معايا الدقيق نهائي. زي ما انتوا شايفين كده اختفى الدقيق. هضيف بقى 100 مللي ميه مغليه، مش سخنه يا جماعه، تكون ميه مغليه 100 مللي، نص كوبايه. هضيفهم كده زي ما انتوا شايفين، وهقلبهم بقى حلو قوي لحد ما تمتزج كل المكونات مع بعض وتختفي نص كوبايه الميه اللي انا حطيتها. هبتدي اجيب بقى صينيه مقاس 20، الصينيه بتاعتي مقاس 22. حاطه في الارضيه ورق زبده، وحوالين داير كده دهن الصينيه بزبده، ومعفرها بشويه دقيق. هنزل بقى بخليط الكيك زي ما احنا شايفين كده حوالين داير الصينيه كده. السوا بقى يا جماعه، انا مشغله طبعا الفرن قبلها ب10 دقايق. هحطها على الشبكه على درجه حراره 180، بتاخد معايا في الفرن بالظبط من ساعه لساعه الا ربع على حسب كل فرن. اهي زي ما انتوا شايفينها كده طلعت من الفرن. انا سيبتها تبرد طبعا خالص. هبتدي اقلبها معاكم. هشيل ورق الزبده من تحت في الارضيه كده. هشيل بس كده جزء بسيط كده من الوش بالترانش معايا المشرشر، جزء بسيط كده بس عشان اسويها، مش اكتر من كده. وبالمنشار بقى بتاع الكيك هقسمها نصين، او ممكن بردك بالسكينه عندك المشرشره عادي. قسمتها طبقتين كده زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى قاعدة التورتة، حطيت عليها جزء كده من الجناش، وحطيت اول طبقة. وده الشربات بتاع الكيك. الشربات ده عبارة عن نص كوباية مية، عليهم ربع كوباية سكر، ومعلقة صغيرة مليانة كاكاو خام اسباني. حطيتهم على النار يغلوا، اول ما غلوا طفيت عليهم وسقيت بيهم الكيكة زي ما انتوا شايفين كده. وده جناش الشوكولاتة، حفرت كده. الجناش بيبقى تقيل شوية. انا الجناش عملته معاكم قبل كده في القناة، هبقى اقول لكم برضك على طريقته كده واحنا شغالين. اسقيها برضك من فوق الوش كده. وهحط بقى الكريم شانتيه زي ما احنا شايفين. الكريم شانتيه اللي انا عاملاه دوت عباره عن كوبايه كريم شانتيه. انا بستخدم كريم شانتيه متحده، ده بيبقى كريم شانتيه خام. بحط على كل كوبايه كريم شانتيه معلقتين كبار سكر بودره. وحطيت كوبايه الا ربع من الحليب الساقع،
كوبايه الا ربع بس، كوبايه الا ربع عشان الجو بس حر، عشان الكريمه ما تسيحش معانا وتبقى خفيفه يعني. وهحط طبعا كاكاو او جزء كده معلقتين من الجناش عشان يلون الكريم شانتيه. زي ما انتوا شايفين كده بفردها بقى بالسكرافر البلاستيك فوق التورته. زي ما انتوا شايفين كده هنستكفي بكده. دلوقتي انا نقلتها كده، حطيت تحت الكيكه كده تحت القاعده كوبايه، وحطيت من تحتها صينيه عشان بس انزل بالجناش. هجلسها كلها بالجناش. هقول كده الجناش سريع واحنا شغالين. 200 جرام شوكولاته خام، عليها نص كوبايه كريمه طهي او حليب. انا بصراحه مستخدمه حليب عادي، نص كوبايه حليب عادي. في طاسه بقى حطيتهم على النار يغلوا. اما مساحه الشوكولاته حطيت معلقه كبيره كده جلوكوز عشان تدينا لمعه للشوكولاته، لمعه للجناش زي ما انتوا شايفين كده، وسبتها تبرد. انا مش عايزاها تبقى جامده قوي ولا سايحه قوي عشان اجلس بيها الكيكه زي ما انتوا شايفين كده. اسويها بقى بالسباتيولا الساده كده. ودلوقتي نقلتها انا على صينيه كده، على طبق التقديم، او ممكن تحطيها على البورد عادي بتاع التورته. وبالسكينه كده انا هقسمها 8 قطع. انا مش بقطع للاخر يا جماعه، بس بقسم بس 8 قطع بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وجبت بقى الكريم شانتيه اللي اتفضل معايا، حطيته في كيس حلواني زي ما انتوا شايفين كده، بالنجمه اللي هي الروزيتات اللي هي النجمه في الجناب وفوق الوش كده روزيتات. ودي معايا شوكولاته اورنج، عامله لون اورنج كده. الشوكولاته خام عاديه بيضه، انا حطيت لها الالوان اللي هي الزيت بتاعه الشوكولاته. ومعايا كمان عين جمل، قطع عين جمل. اي حاجه متاحه عندك ممكن تزيني بيها، اي حاجه موجوده عندك التزيين ده يرجع لك انت. دلوقتي قطع شوكولاته كده كان حطها عندي في الاسطمبات، ما برميش الاسطمبه الموجوده عندي، بقيت استخدمها مره تانية. عامله بيها قطع كده زي ما انتوا شايفين، قلوب وقطع مستطيله، وبرده قطع عين الجمل كده، او اي مكسرات موجوده عندك. وده الشكل النهائي بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. بجد يا جماعه تستاهل التجربه. اتمنى بس ان انتوا تجربوها. شايفين شكلها، وما اقولكوش بقى على الطعم بتاعها. حلو كده قوي مع كوبايه الشاي، فنجان القهوه، حاجه اخر جمال. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى تشرفوني بالاشتراك في القناه واللايك عشان بيرفع الفيديو، وشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.